السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي يا رجالة، صباح الفل. يوم جديد وحلقة جديدة، وصاحي متأخر وطالع جري لاحمد عشان الحق الحمام اللي بتنشط عنه. صبح كده الاول على زيزو. صباح الفل يا زيزو. وراك ايه جميل؟ ازيكم؟ ازاي مزاجك؟ حور فين؟ طيب يلا بينا كده جري يا رجالة. طبعا احمد فاتح من 10:30، يعني انا لسه طالع دلوقتي سالته قال لي فاتح من 10:30. انا بكلمك دلوقتي الساعه 11:30، يعني الحمام طاير بقاله ساعه. تعالى نعرف منه الحمام عمل ايه النهارده وايه الاخبار. الحمام فين يا زيزو؟ الحمام معرفش تقريبا. اللهم صل على النبي. بص اهو جم. بص يا رجاله، الحمام حوالين الدايره اهو، حوالينا اهو. ماشي. احمد بيزود برضه، بيفتح لسه على الحمام اهو. دول يا جماعه سكه 40 حاجه و40 واحده. ماشي. هيبقى ليا انا طبعا بكلمك ده حمام هيطلع تماسي ان شاء الله السنه دي، بس الحمام ده بيتفتح له الصبح. بس هقول لك احنا هنعملها ازاي، لان الحركه ديت يا رجاله ليها اصول. الموضوع مش عافيه، الموضوع مش اني بفتح لهم الساعه 7 هوب تاني يوم فتحت لهم الساعه 4 او الساعه 3:30 او الكلام ده كله. وهنعرف خطوره ده ايه، وهنعرف خطوره الفتح على الحمام الصمه ايه. زيزو طبعا طالع قدام اهوت، وزيزو ماشي بالكوره. زيزو ماشي بالكوره. حاج احمد فين يا ابن عمك احمد يا ابني؟ جوه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ابو حميد حبيبك جميل، اخبارك ايه؟ ازيك وازاي مزاجك؟ انا طبعا طلعت والحمام جاي، انا ما لحقتوش، فانت هتحكي لنا، هتقول لي الحمام عمل ايه النهارده وامبارح، وتقول لنا اقفل البواب دي يا مازن، يلا اقفل البواب كلها، كل اللي بيتفتح اتقفل، وتقول لنا خطورة فتح الحمام اللي لسه عليه الصمة. خلاص كده؟ خلاص متقابلين الساعة كام؟ انا قلت انت بتفتح لهم 10:30 مش كده؟ 11:30 دلوقتي. بص يا رجالة ما شاء الله، دول رجالة حوالي 40 حاجة و40. لسه عندك حاجة يا احمد مقفول عليها لسه؟ سكروطة وبنفسجي. سكروطة وبنفسجي. بصوا يا جماعة، كل فرد حمام بيعامل. اكيد السكروطة ده صح؟ سكروطة الاخراني. والبنفسجي الاخرين ده؟ والبنفسجي اللي مقفول عليه ده؟ يلا تاني يا رجاله، تاني انا لسه ما قلتلكوش انزلهم. بصوا يا شباب، الحمام عندنا. لا ولسه زاجل هنا كمان اهو. ولسه زاجل ده ايه؟ لا 2 بنفسجيات الزاجل ده ما فتحتلوش ليه؟ جعفر ما فتحتلوش ليه؟ عليه الصمة. عليه الصمه. طيب جعفر عليه الصمه ده انا كنت مخلص. جعفر لو طاير بجناح واحد هيطير عادي. بصوا يا شباب، اول حاجه الحمام عندنا ما ينفعش ينزل والشواره محطوطه. يعني انا مثلا دلوقتي الحمام خلاص هو عايز يجي يحط اهو، ماشي. شوف لما بيجي يلاقينا واقفين في الارضيه بيعمل ايه؟ بيلف وشه تاني ويعني ما تحطش. احمد الفرد ده ديله ماله؟ ديله نصه كده طالع كده والنص مش طالع ليه؟ اللهم صل على النبي. ده الحطه بتاعتهم يا رجاله، ده انا لسه فاتح له حالا. بسم الله ما شاء الله. تعال نرجع ورا كده، ارجع كده ورا كده يا زيزو كده عشان الحمام يحط. دول رجاله المحاربين بتوعنا. ليه؟ النهارده انا فتحت لهم الساعة 10 وجم 10:30 والله بدون مبالغة، يعني بدون مبالغة وما ببالغش يعني. انت كنت فاتح 10 ولا 10:30؟ لحد ما انا نزلت شلت العلم. فاتح 10 ولا 10:30؟ فاتح الساعة 10 بالظبط. بصوا يا رجاله، موضوع شيل العلم ده انا الناس في المنطقه هنا فاتح 10:30. فاتح 10:30 مشيوا نص ساعه وجم. والله العظيم بدون مبالغه. انا من تاخيرهم انا نزلت شلت العلم. بصوا يا جماعه، انا الناس في المنطقه هنا بيقول لي احنا بنشوف احمد قاعد فوق على العرق هنا كده في الحته دي. احمد دي قعدته حته جنب النضاره كده وحاطط الشواره. انتوا بعتوا الحمام يا عم حمام ايه اللي ده؟ الحمام بيطير وبيمشي. ده الحمام اهوت يا رجاله. مبالغه نقط كده. في حاجه بقى مهمه جدا عايز اقول لك عليها كمان. انا بيكلمني ناس من مناطق تانية من المنصوره. ده ما كانش بيحصل. انهي بقى؟ اول فرد نازل اهو. ده الفرد الرخم. بصوا يا جماعه، انا بيكلمني ناس من مناطق تانية من المنصوره. انت ماسكه كلفه عشان بترخم عليا وبيمشي يا احمد. بيمشي بصوا يا جماعه، انا بيكلمني ناس من مناطق تانية من المنصوره، يعني يعتبر مناطق بعيده عننا، يقول لي انت حمامك. طبعا هو بيشوف الحمام معانا في الفيديوهات يعني
تقريبا بتبقى الناس حافظه اشكال الحمام، فمثلا فيهم 3 حمر وزار، الرابع ده ما يمشيش، الرابع ده يعتبر الحطه بتاعته ماشي، فيهم 3 حمر وزار فيبقوا معروفين او مميزين قوي. فيهم 6 أو 7 حلس، فيهم 5 شخاش. لا يا احمد من كل لون واحد. لا الشخاش مش الشخاش، لا يا رب، البوازه انا اسف. البوازه بقفل على 1، 5 البوازه بقفل على 1 وافتح على 4. 4 فيهم 4 بوازه، فيهم شخشل احمر وشخشل اسمر وشخشل ازرق، فتلاقيهم مميزين قوي. فتلاقي مثلا حد بيرن عليك من منطقه تانية، وليدي انت مفتح، فاقول له اه، يقول له حمامك فيه شخشل احمر وشخشل اسود، اقول له اه. يقول لي انت حمامك فيه 7 حلس، اقول له اه. يقول لي انت حمامك فيه 4 بوازه، اقول له اه. يقول لي يا عم ده الحمام فوقنا ده اللي هو في منطقه تانية خالص، يعني مثلا بيننا وبينها كذا كيلو، مش هقول لك كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو، اقول له يعني ما شاء الله. يقول لي يا عم انا شايفهم ده هم فوق دماغي هم ومكملين. وفي حاجه بقى كمان، ما بيسالوش في حد، وكلمه ما بيسالوش في حد ده يا رجاله مهمه جدا. ان حمامك مش المهم ان هو يمشي، حمامك المهم ان هو يبقوا رجاله لما ياخدوا في حد ينتشوا بسرعه نفسهم كده ويجروا، مش ياخدوا في حد ويرنخوا معاه والكلام ده كله. لا دول رجاله هم عارفين بيعملوا ايه. ادي نقطة المشيان يا رجاله، كنا اكدنا عليه الحلقة اللي فاتت، وقلنا انت عايز حمامك يمشي، حمامك بيتفتح له بميعاد وبياخد حصة. يعني انا دلوقتي الحمام ده جه فوق دماغي، احمد مفتح له 10:30، الحمام رجع 11، رجع طبعا بيستهبل عايز يحط. لا يا جماعة مفيش الكلام ده، الشوارة محطوطة وتفضل تدور حوالين الدايره، انت ليك حصة لحد ما زهقت انا يا رجاله، والحمام قام طالع تاني ومستركب. وبعد كده انا صورت لك الحمام وهو نازل، لان في ناس طلبت مني عايزين الحمام وهو بيحط وهو بيحبس ماشي. بنحب ايه يا حبيبي؟ المشي ده مش اي مشي وخلاص. المشي فرد الحمام مش معناها ان انت مثلا تطلع تشاور له يمشي، لا، الفرد الحمام لما بيجهز هو بيمشي. ما يمشوش الا مش الكلام ده يا باشا. فرد الحمام عندما جهز هو بيمشي ماشي، طول ما هو مش جاهز مش هيمشي. مظبوط يا احمد. تمام. يعني في حمام هنا انا كنت بفتح له في الاول زي اللبلق اللي على ورد هنا ده، اللبلق اللي على ورد فين اهو ماشي. ده الحمام ده كان بيمشي السنه اللي فاتت، السنه دي ما بيمشيش معاه، ما اتحركش معاه، في وشه يا باشا ويرجع لوحده يحط. لسه ما جهزش. هيمشي هيمشي، ما هو كان بيمشي. في بقى نقطه مهمه كمان، لما احمد بيلاقي فرد الحمام اللي رجع، هو ما بيقعدش يشاوره خلاص، لا هو بيعرف انهي فرد حمام اللي رجع يوم والتاني والتالت، لا ده ما يفتحلوش، ده بيعطلني لحد ما يجهز زي احمد بيقول كده، وبعد كده هيرجع يمشي معاهم تاني ماشي. احمد انت دول بيمشوا مع عددهم كام عشان الناس برضه تبقى فاهمه؟ سكه مثلا 25 27. طب بتبص على ايه؟ ده كان احمر وزاق. احمر بتاعنا، احمر التالت بتاعنا اهو، الاحمر بتاعنا التالت. ده الاحمر الكبير، الاحمر الرابع كمان مش التالت. اهو مش ده اللي انت قصدك عليه اللي جاي يحط؟ الاحمر الكبير بتاع اسكندريه. بص يا عم وليد، ايه يا حبيبي؟ انا بفتح ل 21 واحده في الاول ماشي. دول يطلعوا يختفوا من قدام عينيه من فوق، بيطلعوا مكوروا نفسهم كده في جلد السما وياخدوا بعضهم. كلمه يا جماعه مشيان اللي احمد يقصدها وانا اقصدها عشان الناس تبقى فاهمه مظبوط، ان الحمام يختفي من قدام عينك بال10 دقايق والربع ساعه ونص ساعه، تبقى انت واقف كده ومفيش حمام فوقك ولا في المنطقه اللي انت فيها. ده النش يا باشا، ده النش مش موجودين في المنطقه. تمام. وخد وحط والكلام ده يا باشا. لا يبقى انت يعني بنطلع نحج كده حوالين الداير، مفيش متعه، مفيش انبساط ماشي. الحمام ده رجاله اول امبارح احمد رن عليا، وليد اطلع لي ليه؟ قال لي اطلع في منظر جميل قوي. ايه يا ابني في ايه خير؟ قال لي الحمام جاي وجايب غيه معاه، ساحب غيه كامله معاه. والله العظيم يا وليد ولم هم مشهم لقيتهم راجعين ب 18 واحده ولا 19. وبعدين ايه، انا كمان يعني هم لما يجي مثلا يقطعوا صح، مش هو اللي هياخد مني بقى، لا انا اللي بقطع منه حمام، ودي المتعه. طبعا انا يعني ما لا عايز امسك ولا عايز اعمل ولا الكلام ده كله، بس هي ديت المتعه. في بقى نقطه مهمه جدا جدا جدا، وهي تعتبر يعني مسمار او عمود الحلقه بتاعت النهارده، وهي فرد الحمام الذكر الكبير ده بيتقلب ازاي. يعني دلوقتي انا
بنسنهم طبعا الصبح. انا فاتح طبعا رجاله الشبكه اهوت، واحمد بادئ يقفل ايه عليهم. انا طبعا بسنهم الصبح بالشكل اللي انت شايفه ده، كل يوم بتفتح لهم. الحمامتين دول يا رجاله انا بكلمك دلوقتي واحنا الساعه 11:30. طيب تمام جدا. الحمام ده كان بيتفتح له الساعه كام؟ الساعه 7 ماشي. على مدار شهر ولا شهر ونص الحمام ده عمال يعلى كل شويه. انما انك تقول لي انا بسنهم الصبح زي ما وليد ما قال وبعدين هقلبهم اخر النهار يعني اقول لك في يوم واحد، الحمام ده يتضرب منك على طول، لان ده حمام واخد ميعاد وضرايبه ما الناس لو انت بتقلب ضرب فرد الحمام او كده، او بتقلب ميعاده ماشي، ما ينفعش تجيبه من الدار للنار. ما ينفعش يعني، ما ينفعش النهارده 9 الصبح يا احمد بكره 4. ده اكبر غلط. 3/4 ما يتضرب مهما كان جامد. وطبعا مشاكل كتير بقى ومرينا بيها واصحابنا ومش عارف ايه. ده في مشكله. انت غيرت ضرب الحمام، فاد الحمام مشي، فاد الحمام الدنيا اتدربجت عليه خلاص، ضلمت عليه، هيرجع فين؟ بصوا يا جماعه، الحمام ده دلوقتي بقول لك بتفتح له 7، بعد كده 7:15، 7:30، 8، وصل دلوقتي المرحله انه بتفتح له 10:30. الحمد لله. بشكل تدريجي الحمام ده هيوصل 11 و11:30 و12 و12:30، يوصل لحد 3 و4 بالتدريج. وده تعود، الحمام ده تعود. انا بعود فاد الحمام اللي هو من على الظهريه على مكانه، واللي بيترخم عليه في اخر 5 دي كان بيترخم عليها امبارح. الازرق الطفل دي كان بيترخم عليها امبارح. بص يا باشا، برجع اظبط له كلفته تاني، اعرفه اللي انت لما انت ما نزلتليش انا ترخمت عليه. بصوا يا رجاله، انا مفتح ما شاء الله، يعني مفتح على حاجه و40 واحد. دلوقتي ما عادش باقي منهم غير 2 4 6 8. عندنا الحلس ما شاء الله انا بعتبرهم بول يعني انا بعتبرهم باب بول. ده ما بتفهمش هو يعني قبل. بص ما شاء الله رجاله طول ايه، انا بشوف حلس مزعرره قوي، انا ما اعرفش ليه، يعني ايه السبب، ايه اللي حصل للحلس انا ما اعرفش. احنا اصلا بنطور فيهم ماشي. انا عندي كمان حلس اطول من دول رجاله. عندي الحلس ام عين صفرا، عندي الحلس بعينين بيضه، مش مهم عندي العين، انا المهم عندي عطاره فرد الحمام. عندي الفرد الحلس اللي في النص ده شراني، هينزل دلوقتي اوريه لكم دلوقتي برضه بعينين بيضه. الفتره الجايه بقى انا زي ما برضه بطور عندي حمام السلاكه وبطور شغل السلاكه، انا بطور عندي حمام النش. انا كان نفسي اعمل حمامتين وكنت مستعجل، فتلاقيني طلعت فيهم استرالي وطلعت فيهم شخشلي وطلعت. الفتره الجايه يا رجاله مش هيطلع غير ابلق. بصوا يا رجاله، احمد الحلس اللي ماسكه بايده بص احمد عينه عامله ازاي، عينه شر، عينه بيضه الماظ يا لذيذ ولا ماشي. بص يا رجاله طول ايه تمام. يبقى قلنا الفتره الجايه ان شاء الله اي زغلول هيطلع. انت لسه فاتح له امتى ده؟ لسه كنت بتكلم نسيته. السكر ده رجاله عزيز عليا جدا ماشي، يعني انا شخصيا بحبه. هو اول مره يطلع. انت فين يا عم جو؟ بقول لك انت قافل عليا ليه؟ اقسم بالله العظيم يعني لسان حاله، انت قافل عليا ليه يا عم؟ ما شاء الله. غيه الحمام رجاله غيه جميله، غيه النش غيه متعه. استفدنا بكم. شوف ولا انزل ذاكر يلا. شوف انا بقول لي تحفه. استفدنا بكم معلومه حلوه النهارده يا شباب، عشان خاطري بالله عليك. لو حمامه من الناس انا لما اعمل الابواب دي واعمل الجناب دي واعمل العلق ده واتكلف فلوس واتكلف جامد واعمل حمام واطلع الساعه 7 وزغاليل واعمل زغاليل واقعد استخبى منهم عشان الحمام يقعد يعمل لي كده. لا يا باشا ده مش لا احنا يا جماعه، احنا معلش انا اسف، احنا مش بتوع فطير، ولا طالعين يحيى. يا باشا بقول لك ما تطلعش ما تطلعش. تطلع ليه يا باشا؟ ما تطلعش يا باشا عشان انت اول حاجه بترازي نفسك، ثاني حاجه مفيش متعه، قاعد والحمام قدام عينك خايف. ده حقيقه فعلا، خايف على حمامك ولو مشي اقفل عليه واكلمك جد والله. شوفوا الاسترال اللي هناك ده بيستهبل ازاي مازن، شوفوا الاسترال اللي البدير ده بيستهبل ازاي. شوف السكروته فرحان ازاي يا احمد، فرحان. طبعا يا جماعه في نقطه هاكد عليها، ونقطه مهمه جدا، انت حمامك جهز
وحمامك بدأ، لا سيبه ما تدخلوش بايدك. يلا اخلص عشان نخلص، يلا زي بعض. انت حمامك جاهز يا رجاله، وحمامك بدأ ما شاء الله يتحرك من فوق دماغك ويمشي زي ما احمد قال. كل ده كلامي على الحمام الكبير وينطبق برضه على الحمام اللي زغاليل. وجهز عشان خاطر بالله عليك تمم على الحمام كويس، تمم على الحمام كويس، لا تفتح على فرد عليه الصمه ولا عنده مشكله ولا الكلام ده كله، لان انت اللي بتزعل. الحمام بيتضرب يا رجاله وبيتضرب بمنتهى السهوله ما شاء الله. طبعا الباقي مش عايز يحبس، ننور له كده المكان. شيل الزول الخرطوم ده، هات الخرطوم ده، لا زفت هنا كده. ماشي يا شبحانه ماشي. تشد الشبكه يا احمد ولا تحبسهم على عيونهم برضه؟ حبايبي يا رجاله كنت عايز اشارك معاكم اللحظه ديت واحنا بنحبس الحمام، وكان معلومه مهمه جدا شد الشبكه، شد الحبل ده سنه صغيره مازن بس شد. ايوه بس كده خلاص يا حبيبي، تسلم ايدك ما شاء الله. ده 2 4 6 8 10، لسه 10 ما حبسوش. ماشي طبعا ده بابك، ده بابك يا عرق. انت قافل بابه خلي بالك، يعني هو صح انت قافل بابه. شوف البوازه بتستعبط ازاي. خلاص هو كده كل ما شاء الله. الحمام طبعا بدا يحبس هناك هم الحلس. ماشي شوف الشال الاحمر بتاعنا اهوت شاطر جدا جدا جدا. رجاله يعني بنطير ما شاء الله فاتحين الرجاله. اسف طبعا بعتذر عن طول الحلقه. عايز تقول حاجه ثانيه يا ابو حميد؟ ان شاء الله هنحضر باذن الله معاك بكره وانت بتفتح باذن الله، ونعمل فيديو تاني للناس. زيزو عايز حاجه من الناس؟ حبايبي يا رجاله صباح الفل، دي كانت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم الشباب في الوليد عبد الرحمن. نستنى ولا نستنى معاكم يا ابني لحد ما الحمام كله يحبس؟ نوري الناس الحمام بيحبس ازاي من غير شبكه امرايه. احنا بنتعامل مع الحمام يعني انت حر، مش عايز تحبس ما تحبسش، مش هتاكل. دلوقتي هنزله بالشبكه مش هياكل. اللهم صل على النبي. لا كده متبقي كام فرد كده. طبعا البنفسجي ده بيستهبل، البنفسجي ده المفروض ان هو بيحبس اول واحد. هو قام دلوقتي هيجي يحطه. ايه سائل هبل ليه النهارده؟ بصوا يا رجاله الحمام برضو قلقان النهارده، لان انا الطبيعي ان احمد بيبقى هنا لوحده. ماشي، ما بيبقاش انا ومازن جوه الداير كده. تمام؟ يلا رجاله على بيبانكم يلا. بابه مش هيطلع، بابه جنبك اهو. بابه جنبي هنا؟ الباب لا يا ابني بابه اللي هنا. بابه هنا يا شباب. طيب يلا شوف السكروته اول مره مش قادر يا احمد لسه كتفه ده ما يتفتحلوش يا رجاله. ده فرد حمام لسه ما جهزش، حذاري. ماشي خلي بالكم من الكلام ده كله. ماشي طبعا الحلبي بيستهبل، الحلبي بابا اهو. ماشي هيحبس هياكل هيتراخم اهو. اطلع تطلع اطلع وتراخم مش هتاكل او كلفتك هتقل. تمام تعالوا لسه ايه تاني دلوقتي. طبعا المفروض ان البنفسجي ده اول فرد بيحبس هو بالظبط. بابا البوازه فين يا ابني؟ بس مش حابس. طب ده بابا مفتوح. مع حد. بص في ضرب هناك اهوت ولا في ايه؟ البوازه انا شايفه دلوقتي كده يا رجاله. هي تمت بحمد الله. هنتمم مع البوازه دلوقتي. ها هو ده الكبير؟ ايه اللي جايبك هنا يا عرة العرر بيقول لي في بوازه ناقص. يا عم بوازه ناقص، هم دول بنقصوا برضه؟ ده دول ولاد حلال يعني. كده يا رجاله تمت بحمد الله. الديكور كلها اتحبست من غير ما اقفل شبكه الامرايه. ونصيحه لوجه الله، حاول تتعامل مع حماك بنفس الطريقه اللي احنا بنتعامل معاها دي. بتاخد وقت شويه مني، بس في نفس الوقت انا الحمام ده بيبقى صعب جدا 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 ان حد يحبسه لو فرد حمام غلط. ده ناتج اللي انت اصلا هتعود فرد حمامك على من العرق للباء. ما ينزلش الا على بابه. يبقى انا حمام يتحبس؟ لا مش هتحبس. يبقى انا لو فرد انا ما باكلش الا في بابي. انا عوده اللي بياكل في الارض، انا ما عودوش ياكل في الارض عشان ما حدش يحبسه لو فرد غلط يا احمد. طبعا. الطريقه دي يا رجاله احنا بنستخدمها حتى مع بدايه الزغاليل كمان. زيزو قفل باب المشرقه دي. اقفل يا زيزو كله. حبايبي يا رجاله صباح الفل، دي كانت حلقه النهارده. رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم يا رجاله اخوكم في الوليد عبد الرحمن، والحاج محمد عبد الرحمن، والحاج مازن طبعا حبيبي وروح قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.